غسول عاملاه على ايدك في البيت، بصي تحسي ان انت جناين حدائق السافانا. غسول خطير يا جماعه. في ايه؟ بصوا مخلي وشي بامانه زي المرايه، حاسه ان انا بربرق. وكل ده بغسول عاملاه في البيت على ايدي، شجره ورد وضربت في وشك. ما تنسوش بليز بليز ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتسيبوا كومنت حلو. ليه؟ لان انتوا لما بتسيبوا كومنت وبتعملوا لايك على الفيديو هوب بيطلع لفوق. لو الفيديو ده هينزل في اول الشهر، في اخر الشهر، في نص الشهر، فاحنا برضو حتى لو قبضنا معناش فلوس نجيب غسول، فهنعمل الغسول في البيت على ايدينا. ويا سلام بقى، مش اي غسول كمان، ده الغسول اول ما هتغسلي منه هتحسي ان انت فحفوحه ماشيه في البيت، يعني كانك مبخبخه برفانات وورد في كل حته. ده غير كمان ان انا عاملاه ايه، بصوا ده كده احنا عاملينه في البيت. يلا بينا نشوف الوصفه وبعد كده تعالوا نستخدمه سوا. اول حاجه هتعمليها هتجيبي ازازه زي دي اللي هي بيكون فيها فرشه، هي دي ازازه غسول. لو مش عندك الازازه دي ممكن قوي تستخدمي اي ازازه بامب زي دي، بتاعت شامبو، بتاعت غسول، بتاعت بلسم، بتاعت اي حاجه، المهم تكون سهله في الاستخدام. بعد كده هنجيب اي نوع صابون. انا الصراحه بفضل دوف، لان دوف بيكون فيه نسبه كريم عاليه، فهو يعني افضل حاجه للبشره. اما بقى لو انت بقى بتحبي تستخدمي نوع صابون معين من الصيدليه، طبي او جليسرين او غيره، تقدري تبدلي الوصفه باي نوع صابون تحبيه. بعد كده اول ما نقرر بقى ناخد الصابونه، هناخد كمان ميه ورد، وفي كمان مكون تاني ما ظهرش قدامكم اللي هو الجليسرين، نسيت اوريه لكم في اول الفيديو. بعد كده هنجيب مبشره وهنستخدم الجزء الناعم من المبشره، وهنجيب اي حاجه ازاز او ستانلس علشان نعمل فيها، علشان ما تتفاعلش مع الحاجات اللي احنا هنعملها. هنبشر الصابون. انا هاخد جزء صغير قوي من الصابونه، تقريبا هاخد تقريبا تلتها، وهبشره ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا هستسهل طبعا واحط ميه مغليه على اساس ان الصابون ده يبوش. هحط تقريبا، حطيت حوالي كوبايه ميه من الكوبايه اللي هي المج بتاع الشاي بتاعنا دي، اللي هي تقريبا بتبقى 100 مللي. وهسيبه كل شويه بقى، هروح اقلب كده. سبته حوالي تقريبا ساعه او ساعه الا، لحد ما الصابون نفسه ناعم جدا جدا. ومع التقليب هتلاقوا الليكويد نفسه بقى ليه قوام كده. تمام. طبعا لو انتم مش هتحطوا العلبه الفوم، هتعملوا القوام اتقل شويه، او هتقللوا نسبه الميه شويه عشان يطلع معاكم في الازازه اللي هي البامب. بعد كده انا هصفيه علشان لو في اي حاجه متكتله ولا حاجه ما تسدش الفرشه اللي انا هستخدمها، وهيبقى بالمنظر ده. زي ما قلت لكم، لو انتم مش هتستخدموا الازازه اللي فيها فرشه دي، هتقلوه شويه، يعني هتزودوا نسبه الصابون شويه علشان يبقى اتقل سيكه، مع انه كده برده هو خفيف، بس عايزه اقول لكم ان هو في الرغوه جامد جدا. هزود بقيه الازازه برده وميه، يا اما ميه معدنيه، اما ميه مقطره، او ميه مغليه ومبرده. وهحط ميه الورد، شويه ميه ورد، وبعد كده هحط شويه جليسرين. الحقيقه كان عندي جليسرين قليل اخر حبه في الازازه، وده هيبقى منظره. يلا بينا نبدا نستخدمه مع بعض. قبل ما نستخدمه اهم حاجه نرجه كويس قوي. كل مره هنيجي نستخدمه فيها نرجه كويس قوي، لعل وعسى حاجه تسرب، حاجه ترسب، فيعني يبقى في حاجه بتطلع معانا وحاجه ما بتطلعش. اوكي، لو انت بشرتك دهنيه اعمليه كده زي ما هو بالظبط، زي ما انا عامله معاكم بالظبط. اما لو انت بشرتك جافه، متاح ان انت تزودي الجليسرين شويه، لان الجليسرين فيه ماده مرطبه عاليه، اما مع البشره الدهنيه هيتلزق بزياده او هترطب بزياده، وده مش بيكون مطلوب في البشره الدهنيه. لكن لو انت بشرتك جافه اعملي حسابك انك انت تزودي الجليسرين شويه. بعد ما هنرجه كده هبتدي استخدمه معاكم. بصوا هو بيطلع فوم. ايوه الفوم متقطع، مش زي الفوم بتاع الغسول الاوريجينال بتاعه. ممكن قوي تحطيه في ازازه بامب بدل الازازه اللي هي دي اللي فيها الفرشه، لو انت ما عندكيش الازازه اللي فيها الفرشه. بصوا هو بقى تقيل جدا، يعني انتوا شايفينه كده وانتوا يبان لكم ان هو خفيف. اولا ريحته ميه ورد فظيعه، وكفايه قوي ان انت يعني ايه عاملاه على ايدك في البيت. هستخدمه معاكم كده. بصوا انا كده مش حاطه مش عايزه ابهدل شعري، بس عشان لسه غسلاه. انا كده مش حاطه اي ميه. بتحطي ميه هتلاقي الفوم زياده معاكي. اي وقت كده داخله تغسلي ايدك في السريع ينفع برده تعملي. عايزه اقول لك بيخلي الايد مترطبه، وريحتها ميه ورد كده، ريحتها كلها ورد، فالصراحه بيبقى حلو قوي. عايزه اقول لكم كمان هو
مزيل قوي جدا للمكياج، يعني هو بينظف الميك اب. لو انت حاطه ميك اب بينظف الميك اب كويس جدا. هغسل وشي بدل العفركوش اللي انا عاملاه ده وارجع لكم بسرعه اوريكم نتيجته. شفتوا؟ شايفين التفتيح والنضاره؟ تحفه. ولاحظوا كمان ان الصابون اللي انا مستخدماه ده الصابون بتاع دوف دايما بيبقى دوبل كريم، يعني هو الصابون نفسه مخصص للبشره او مخصص للوش. عايزه بقى تحطي في الوصفه صابون جليسرين، عايزه تحطي صابون طبي، عايزه تحطي صابون دوف، عايزه تحطي دوف اللي هو التاني الابيض. بيبقى كمان دوف ميزته ان هو دوبل كريم، فهو فيه نسبه مرطب اوريدي عاليه وما بيجرحش البشره قوي، وتحسي ان انت بتغسلي وشك اصلا بكريم. فتخيلي بقى ان احنا خدنا الكريم ده حطينا عليه ميه ورد وحطينا عليه جليسرين، ويا سلام لو عندك بقى كبسولتين فيتامين اي، انسي كانك بصي انتي شاريه غسول. عارفين سوب اند جلوري؟ كانكم كده جايبين ازازه سوب اند جلوري اللي هي 300 وشويه، او مش عارفه بقى بعد الدولار بقت بكام. ودي كانت نتيجه الغسول اللي عملناه مع بعض في البيت. اكتبوا لي كمان في التعليقات وصفات او الفيديوهات اللي انتوا حابين اعملها الفتره اللي جايه، وانا يعني علم وينفذ. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.